السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب المميزين، الطلاب الأذكياء، الطلاب الشطار، إن شاء الله على المعدلات ورافعين رؤوسنا ورؤوس أهلكم بالساعات المميزة، وإن شاء الله نشوفكم بالكليات اللي أنتم تتمنونها، وإن شاء الله نشوفكم بالأقسام اللي أنتم تطمحون نصير لكم. لكن نصيحة عندي صغيرة وبسيطة يا طلابنا يا غالين، إذا أنت مسيطر على المادة مالتك الإنشاء، خلينا نقول، وحافظ الإنشاء، إذا جيت تريد تحل الأسئلة مال الوزاري ابدأ مباشرة بالإنشاء. لكن إذا أنت مو حافظ الإنشاء أو حافظ نص نص، حل الأسئلة بعدين روح على الإنشاء. أنت ما تحل الأسئلة راح تتذكر كلمات تستخدمها بالإنشاء. تمام؟ حافظ الإنشاء 100%، مباشرة روح حل الإنشاء. جيت على الإنشاءات وإن أنت الإنشاء مو نفس اللي حافظه أو ناسي قسم منه، حل الأسئلة بعدين روح حل الإنشاء. في الحالة تضمن تاخذ كلمات أنت وجاي تحل الأسئلة حتى تفيدك بالإنشاء، ويكون عندك وقت بالإنشاء تفكر براحتك. هذا موضوعنا. موضوعنا اليوم هو رقرة الندم للصف السادس الإعدادي بالوحدة الثالثة. موضوع الندم إنه أنت تقول أي بالو قاري زين كان طلعت معدل عالي، أو لو مو قاري كان هسه أنا مو بهاي الكلية اللي حلمت فيها، لكن أنت قرأت الحمد لله وحصلت الكلية اللي تريدها وحققت طموحك ورفعت راسنا وراس أهلك. طبعا موضوع الندم موضوع سهل وموضوع بسيط جدا. مثلا I wish I hadn't so selfish، أنا أتمنى لو لم أكن أنانيا. موضوع الندم إنه أنت تندم على شغلة معينة. شوف، he wishes he had take his brother with him، ومنطيني take لازم المفروض أصلحها. أجي أريد أصلحها حسب القاعدة فاعل زائد وش. الفاعل زائد وش. ليش فاعل؟ لأن من أجي أريد أصلح الجملة أقول he wishes، من جبت الفاعل he خليتها wishes مو وش. الآية تأخذ وش. he she it أو فاعل مفرد يأخذون wishes. they we you I يأخذون فاعل مع فاعل جمع يأخذون وش. تمام؟ نزلت هي وشز زائد فاعل زائد هاد زائد تصريف ثالث زائد تكملة. نزلت الفاعل الآخر he had taken لأن تصريف ثالث his brother with him. نقطة. كملتها. صلحت الفعل حسب زمن الجملة. زين. اكو طالب يسأل يقول استاذ انا شايف على اليوتيوب يقول الزمن لازم عكس الجملة. هذا في حالة انه طلب من عندك جملة ندم، لكن احنا هنا عندنا جملة الندم كاملة منطيني اياها كاملة. مطلوب من عندي اصلح كلمة بداخل جملة الندم. يعني جملة الندم موجودة، هو الطالب من عندي يصلح كلمة داخل جملة الندم. فاذا جملة الندم موجودة ومطلوب تصلح شيء بيها لا تغير الزمن، يعني لا تغير انه تسويها مثبت او نفي. لكن إذا عندك جملة كاملة ومطلوب من عندك جملة ندم، بهاي الحالة يكون الندم عكس الجملة الأصلية. يعني شوف، إذا كانت جملة الندم موجودة التصليح حسب سياق الجملة حسب زمن الجملة. هاي جملة الندم موجودة ومطلوب من عندي فعل داخل جملة الندم أصلح حسب الزمن. إذا كان مطلوب جملة ندم يكون الندم عكس الجملة الأصلية. هذه عندي جملة وطالب ما بها تصليح، طالب من عندي بنهاية قايل regret، اندم. بهاي الحالة يكون الندم عكس الجملة الأصلية. زين استاذ أنا عندي هنا جملة، عندي هاي كلمة وهذه جملة منتهية إلى الفارزة وبعدين عندي جملة ثانية، منين أبدي بجملة الندم؟ جميل. شو تسوي يا غالي؟ تبدي بالجملة الأولى هي جملة الندم. أول ما تبدي شغلة تحذف unfortunately، تجي على الجملة الثانية that's why تحذفها وتحذف هذا الجملة كلها. تصليحك يكون بالجملة الأولى فقط. زين أستاذ شلون أعرف الجملة الثانية بدأت؟ عندك كلمات، الكلمات هن that's why أو and أو now أو كلمة so اللي فارزة وبعدين so، أو تجيك كلمة but.
هاي الكلمات الثلاثة هذني الجملة الثانية تجي وراهن، العفو الأربعة. هاي الكلمات الأربعة that's why and now so فارزة وسو، يعني مو سو نفس هذه ما بيها فارزة، لا سو بيها فارزة. زين. زين إذا أجي على الجملة، حتى لا تخربطون، إذا أجي على الجملة نفسها، إذا أجي على الجملة مال بات، بس كلمة بات الجملة الأولى تجي بعدها. هاي الأربع كلمات الجملة الأولى تكون والعفو الجملة الأولى تكون قبلها. الكلمة بات الجملة الأولى تكون بعدها. زين. من لقيت that's why معناها الجملة الأولى قبلها. أجي حل على الجملة الأولى. بهيج حالة من طالب من عندك ندم، لازم يكون عندك شنو؟ لازم يكون عندك مطلوب من عندك الندم، لازم تكون حافظ القاعدة حتى تكون القاعدة عكس الجملة الأصلية. يعني إذا هاي مثبت لازم قاعدة الندم تكون hadn't نفي. لو هاي نفي أسوي had مثبت. أجي I wish، نزلت I wish. زين. من نزلت I wish وكملت كلمة I wish، ايش ظل عندي؟ نزلت الفاعل زائد wish، لازم انزل الفاعل. اجي انزل I، شو يقول عندي؟ had، نزلت had. شو يقول عندي تصريف ثالث؟ spend، نفسه. النوب التكملة my money. ايش ظل عندي؟ ظلت عندي انه هاي الجملة كملتها حسب قاعدة الندم، بس اكو شغلة انه هاي الجملة مثبت والجملة الفوق ايضا مثبت، اذا هاي لازم تكون نفي، اسويها hadn't. لان طلب من عندي جملة ندم، اسوي جملة الندم عكس الجملة الاصلية. هاي ما بيها نوت، اسوي هاي بيها نوت. لو هذه بيها نوت هاي اسويها بدون نوت. تمام؟ زين. ظلت عندي الشغلة الاخرى اللي المفروض اسويها، انه unfortunately my sister phoned me but I wasn't at home. I wasn't at home. ايش قلنا اول شغلة؟ نحذف unfortunately، حذفناها. My sister phoned me but، قلنا كلمة but تجي الجملة الأولى بعدها، يعني هذه هي الجملة الأولى، معناها هذه ما أحتاجها وهاي ما أحتاجها، هذني كلهن ما أحتاج. حلي راح يكون على ذيك الجملة. هاي الأربع كلمات that's why and now so الجملة الأولى تكون قبلها، but الجملة الأولى تكون بعدها. زين. أجي أحل حسب القاعدة. شنو هاي القاعدة؟ شو تقول؟ تقول نزل، نجي ننزل if only. if only نزلت. زين. الفاعل I. زين. شو يقول؟ had، انزل had. had لو hadn't شوف wasn't نفي، اذا لازم هاي تكون مثبت، جملة الندم عكس، نزلت had. زين. تصريف ثالث was. شنو التصريف الثالث ماله؟ been، نزلت been. زين. انزلت تكملة at home نقطة. if only I had been so I had been at home. لو بس كنت بالبيت. اختي اتصلت بس لو بس كنت بالبيت. معناها ما كنت بالبيت. اذا جملة الندم عندك تبقى نفسها اذا المطلوب تصليح شغلة داخل جملة الندم، لكن جملة الندم عكس الجملة الأصلية. إذا طلب من عندي جملة ندم كاملة أنا أسويها. زين. شغل جملة الندم من ياهو ناخذها من الجملة الأولى. شلون أعرف الجملة الأولى؟ أشوف كلمة that's why and so now، معناها الجملة الأولى هي الجملة الأولى، يعني الجملة الأولى هي جملة ندم، الجملة الأولى تجي قبل هاي الكلمات. إذا شفت كلمة بات معناها الجملة الأولى تكون بعدها، يعني أي من بات وقبلها ما أحتاجها. تمام هيك؟ هذا اللي نصلح. ظلت عندي شغلة توني تذكرتها. I wish I hadn't so selfish. هذه توني كاتبة I hadn't been، ناسي مو كاتب بين. إذا ترجع لبداية الفيديو راح تلقاني كاتبها بدون بين، لكن هسه تذكرت إنه هذا زائد تصريف ثالث فأنزل
بين. هذه هي الجملة الصحيحة. عذرا على الغلط، بس كنت اكتب الدرس ومستعجل شوية نسيت اكتب بين. هذه الجملة الصحيحة، اذا كنت كتبتها فارجع صلحها واكتب بين. هذا يكون هي الجملة الصحيحة، حتى تكون اي وش زائد فاعل زائد انهاء زائد تصريف ثالث زائد تكميل. تمام. جملة الندم عكس الجملة الأصلية إذا المطلوب جملة ندم. جملة ندم نفس الجملة الأصلية إذا المطلوب تصليح شغلة داخل جملة الندم، لأنها عندي ما أحتاج أغيرها. تمام. أشوف نوت أجيب هاد بدون نوت، ما أشوف نوت أجيب هادنت. هذا كل ما يتعلق بموضوع الندم للصف السادس الإعدادي بل وحدة الثالثة. أشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله. في امان الله.